عايز اشتغل في دبي ازاي؟ النهارده هنتكلم عن الورق المطلوب وانت في دبي علشان تشتغل، علشان لما ربنا يكرمك وتلاقي شغلانه هيطلبوا منك شويه ورق كده علشان بقى الفيزا والتعيين والحاجات دي. فلازم تكون جاهز بالورق اللي معاك. الفيديو ده معمول مخصوص علشان في حد سأل عن الورق والقصه دي مهمه، فانا حبيت ارد عليه في فيديو احسن. طيب، نكتبهم معايا هنا. اول حاجه صور. اول حاجه تنزل تتصور في حاجه اسمها صور باسبور، اللي هي بتبقى صوره وشك من الوش وده خلفيه بيضة وبمقاس معين. فانت بتروح عند المصور تقول له انا عايز اصور صوره باسبور او صوره فيزا. ف وخد منها نسخ كتير، يعني خد 15 او 20 واحده من مصر، لان انت لما تروح دبي لو عاوز تتصور التكلفه مختلفه طبعا، هتلاقي الموضوع بقى غالي قوي. خد معاك الصور بتاعتك من مصر، دي اول حاجة. تاني حاجة خد كل الورق وكل الشهادات بتاعتك، يعني اي شهادة خبرة عندك، اي كورس انت خدته، اي شهادة مدرسة، شهادة تفوق، حاجة رياضية، كل الورق بتاعك خده معاك. وانت واخده كل الورق خد منه صور، يعني يبقى معاك صور لكل حاجة، 4 5 صور ألوان أو أبيض وأسود. بعدين كمان هتحتاج طبعا باسبورك وبطاقتك ومتصورين، رخصتك لو طلعت رخصة دولي. كمان هتحتاج ايه؟ رخصتك. خد رخصة المصري بتاعتك صورها، وخد باسبورك صوره، واطلع على نادي السيارات، قول لهم عايز اعمل رخصة دولي. هتكلفك مبلغ حوالي 200 او 300 جنيه، وبتطلع وانت واقف، يعني ما بيحتاجش منك اي حاجه. وخد معاك صوره، يبقى معاك صوره، رخصتك وباسبورك وبطاقتك متصورين كلهم. لو ما عايز تطلع رخصه دولي بيعمل لك رخصه دولي وانت واقف على طول، تستلمها وانت واقف وتمشي. الرخصه الدولي دي وانت في الامارات تقدر تأجر بيها عربيه وتسوق عادي. طيب نيجي بقى الأهم نقطة، اللي هي شهادة التخرج بتاعتك. شهادة التخرج دي هتطلعها عربي وإنجليزي من الكلية اللي انت فيها، توثقها وتمضيها من الكلية ومن الجامعة، يعني من عميد الكلية ومن عميد الجامعة. وبعدين تطلع على وزارة الخارجية مكتب التوثيقات، تاخد عليها ختمة من مكتب التوثيقات ده، بتاخده وانت واقف. بعدين تطلع على الملحقية الثقافية للإمارات، دي موجودة في المهندسين، بياخدوا 24 ساعة علشان يوثقوا لك. يبقى انت هنا خدت من الجامعة ختم ان الشهادة دي سليمة، خدت من وزارة الخارجية ختم الجامعة سليم. تروح الملحقية الثقافية، الملحقية الثقافية هتختم لك ان آم، ختم وزارة الخارجية ده سليم. بعد ما تخلص الملحقية الثقافية دي بتاخد 24 ساعة، يعني هتسلمها النهاردة، تديها لهم النهاردة، تستلمها بكرة. تقريبا متكلف حوالي 200 أو 300 جنيه، يعني برضو الأسعار بتتغير، فأنا مش متأكد من الرقم. لكن بعد الملحقية الثقافية هتطلع على سفارة الإمارات اللي هي في التجمع الخامس في شارع ال90. سفارة الإمارات بتديهم الورقة، برضو بياخدوا منك مبلغ حوالي 800 جنيه المرة دي، وبيسلموها لك في نفس اليوم أو تاني يوم حسب انت رايح الساعة كام. يعني لو رايح الصبح بدري ممكن يسلمها لك في نفس اليوم. دي كده بتبقى شهادتك موثقة. اعمل القصة دي على شهادتين أو 3 على الأقل، واحدة فيهم إنجليزي وواحدة عربي، لأن وأنت في الإمارات ممكن يطلب منك الشهادة بالإنجليزي وممكن تطلب بالعربي. فخلي الاتنين معاك علشان تبقى ضامن نفسك. كده انت وثقت شهادة الكلية بتاعتك، ومعاك شهادات الخبرة كلهم، ومعاك شهادة أي كورس انت خدته. تقريبا ده الورق اللي انت هتبقى محتاجه علشان تتعين ويطلع لك إقامة ويطلع لك فيزا. الورق بقى ان انت عايز تجيب مراتك، عايز تعمل زيارة لأهلك، او عايز تستخدمهم بقى يعيشوا معاك. دي قصة ورق تانية هنتكلم فيها مرة تانية.